السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. لما نقول هنحتاج توم كتير في الوصفة تبقى الوصفة بامية من الوصفات اللي بتعشق التوم. النهاردة يا حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا البامية الخضراء، بس هنعملها من غير لحمة النهاردة. طيب علشان نطلعها طعمها ولا اروع من كده هتعوز شويه تكات وشويه اسرار وشويه نصايح تمشي ورايا عليهم، وهتطلع طبق باميه ما دقتيش زيه قبل كده. هقولك على الاسرار تقميع الباميه، هقولك على الاسرار اللي بتخلي الباميه ما تنزلش الماده اللزجه اللي بداخلها، وهقولك كمان على الاسرار اللي بتدي الطعامه وتودي الباميه في حته تانيه وتخليها تبقى عامله زي ما يكون انت عامله عليها لحمه ضاني بالظبط. وهقولك كمان على التوابل والبهارات اللي بتتزاوج وبتتناغم مع الباميه، وهقولك كمان على سر الكيمياء في الطبخ. خليكي معانا، يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. اول سر حبايب قلبي هو في تقميع الباميه نفسها. انا سبت هنا 3 قرون باميه اهم عشان البنات اللي لسه اول مره يدخلوا المطبخ اعلمهم ازاي يقمعوا الباميه. شايفين الباميه؟ شايفين من هنا؟ شايفين مفيش ماده لزجه خالص ازاي؟ شايفين مقمعاها عامله زي القمع ازاي؟ اهي يا حبايب قلبي اول سر باجي كده بميل السكينه كده، مش كده، مش تبقى مستقيم، لا بميلها كده. ليه؟ علشان اسمها تقميع الباميه، يعني تخلي لها قمع. بصي شايفين؟ وكمان القشره طالعه رقيقه جدا ازاي، ما خسرتش باميه، وكمان يبقى منظرها كده قمع. شايفين؟ من هنا بقى في ناس بتقشط كده غلط، انت هنا بدات توصلي للماده اللزجه، لا من فوق من هنا اهي. شايفين؟ اهو يا حبايب قلبي اهي، واحد كمان اهو اهي واهي. في ناس بتشقها من النص، ما فضلش عشان بتخرج الماده اللزجه وبيبقى طعمها مش مستساغ. اهي يا حبايب قلبي يلا بينا عشان نشوف تاني سر. يلا بينا يا حبايب قلبي. تاني سر حبايب قلبي ان اكون مسخنه الماده الدهنيه واسمع الطش اللي انتوا سامعينها دي، وكده انا بقفل مسافه الباميه علشان ما تخرجش برضو الماده الدهنيه. ومعلومه كمان لازم 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 تغسلي الباميه كويس جدا قبل التقميع يا حبايبي، مش بعد التقميع، علشان لما بنغسلها بعد التقميع بنديها فرصه برضو تبدا تنزل ولو حاجه بسيطه من السائل اللي جوه، وده غلط. تمام؟ طيب حد هيسال انت حاطه الطماطميه دي ليه؟ ده لسه التقيل بقى جاي. شايفين الليمون اللي انا كنت محضراه ده؟ لازم اعصره في الوقت ده. ليه؟ لان يا حبايبي الماده الحمضيه هي هتقفل لي المسام اكتر وهتخلي لي الماده اللزجه تحتفظ، يعني زي ما تكون اتجلد كده ما تنزلش، مش هتنزل خالص. فاهميني؟ فلازم هنا اعصر ليمون واحط طماطم، الاثنين فيهم حمض فهيساعدوا لي الباميه. ودي طبعا انا مشققاها مش حطاها بس كده اهي زي ما انتم شايفين، عاملاها 4 قربات اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله. شايفين كل واحده محتفظه بقوامها ومفيش ماده سائله نزلت ولا ماده لزجه نزلت بسبب الحمض وبسبب تسخين الوك كويس جدا زي ما انتم شايفين. نيجي بقى لثالث سر. ثالث سر يا حبايبي هحط البصل في النص زي ما انتم شايفين كده وانزل بيه، وحطيت كمان شويه ماده دهنيه ووطيت النار. ليه وطيت النار؟ هقولك علشان لازم نوطي النار عند تقليب البصل والثوم. ليه بقى؟ عشان توطيط النار هي اللي بتديني فرصه للبصل ان هو ينزل الماده المسكره اللي بداخله اللي هي السائله. تمام؟ طيب انا هستفاد ايه؟ الماده دي هتتكرمل وهتديني حلاوه الطبخه، بمعنى ان الوصفه تبقى لذيذه زياده عن اللازم. انا مش باكل الحاجه وعماله اقول الله زي ما يكون فيها لحمه بالظبط واخر. تمام؟ مش بيحصل لنا ده. وابدا افضل اقلب ومش هحط ملح دلوقتي. طب ليه ما حطيتيش ملح يا زهره؟ عشان الملح يا حبايب قلبي من خصائصه انه بيمتص الرطوبه،
فبالتالي لو انا حطيت في الوقت ده بالذات الملح على الباميه هيمتص لي الرطوبه اللي داخل الباميه اللي هي الماده اللازجه. تمام حبايب قلبي؟ وهينزلها لي ومش هتبقى مستساغه. زي ما شايفين كل واحده محتفظه بقوامها ما شاء الله، ما نزلتش حاجه خالص بسبب التكات اللي انا عماله اقول لكم عليها. اهي يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم حاجه كده وهم، ما شاء الله تبارك الله، بجد حاجه وهم. اللهم صل وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله. شايفين؟ هتحسوا ان انتوا بتاكلوا باميه لاول مره بالطعامه دي. نيجي بقى للسر الثاني وهو كميه الثوم. لازم كميه محترمه جدا 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 من الثوم تتحط للباميه. باميه يعني ثوم، باميه يا حبايب. وبرده اوطي النار زي ما قلنا. الثوم والبصل، عارفين ايه بقى اللي بيساعد الثوم والبصل انه ينزل الماده المسكره اللي بداخله؟ شويه ملح. بس غلط احط في الوقت ده شويه كده عما الباميه تمسك نفسها اكتر، ان انا اتاكد ان الباميه مش هتنزل الماده السائله ومسكت نفسها خلاص. يبقى باذن الله ابدا بقى احط الايه؟ الملح. تمام؟ هنا حبايبي هحط بقى الملح وابدا اجيب البهارات. ابدا اجي بقى للسر الاكبر وهو التنكيه اللي هيديني طعم الباميه النهائي. والبهارات معايا معلقه كبيره كركم. الباميه يا جماعه بتعشق التوابل الهنديه ومن ضمنها بيكون الكركم. ومعايا طالما في كركم في الوصفه دي خدوها قاعده، يبقى لازم في فلفل اسود. ليه؟ لان ماده الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي هتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين اللي لا غنى عنها من فوائد. ويعني مش عايزه اقول لكم بقى الكركمين مفيد جدا. معايا معلقه كمون كبيره. معايا بقى السر الاكبر اللي هيوديلكم النكهه في حته ثانيه. نص معلقه صغيره ورق لوري مطحون، ونص معلقه صغيره حبهان مطحون. الاثنين دول يا جماعه بصوا لما بيمتزجوا مع بعض في وصفه بيودوا الطعم في حته ثانيه. معايا هنا نص معلقه من السبع بهارات، ومعايا معلقه كزبره. ونبدا بقى نضيف البهارات الجميله دي اللي هتودي لنا الطعم في حته ثانيه. ونبدا وابدا هنا اضيف الصلصه زي ما انتم شايفين. والصلصه يا حبايب قلبي هي صديقه النار زي ما انتم شايفين. يعني ايه صديقه النار؟ يعني اسيبها شويه على النار عشان تطلع لي ماده الحفظ اللي فيها، وكمان تطلع لي الماده السكريه اللي فيها، تقوم تزيد الوصفه وهنا بقى هبدا اضيف عصير الطماطم. الله عليها، الله عليها يا جماعه، والله بجد الريحه حاجه كده وهم ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين الباميه متماسكه لحد دلوقتي ما شاء الله تبارك الله. والريحه يا جماعه بجد عايزه اقول لكم في حته ثانيه خالص، زي ما يكون معمول عليها لحمه ضاني. اتبعوا النصايح دي بجد هتطلعوا ولا اروع من كده طبق باميه. نغطي عليها دلوقتي ونسيبها تستوي ونشوفها نقدم كده يا حبايب قلبي. نكون انتهينا من طبق الباميه الروعه، والريحه مش قادره اقول لكم، والطعم يجنن بجد. الجماعه هنا عمالين يقولوا الريحه والطعم ما شاء الله يا ماما. امشوا على الخطوات اللي قلت لكم عليها، والتكات والاسرار والنصايح هتاخدوا ولا اروع من كده طبق باميه. والله العظيم ما بجامل يا جماعه ولا بقول الا الحق. بجد ما شاء الله تبارك الله الريحه يعني مش قادره اقول لكم هي عامله ايه. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.